الحب مش بس فيلم أبيض وأسود. يا صديقي تخيل كده معايا، أندلس القرن ال11، شوارع قرطبة مزينة بالياسمين والمياه ماشية في القنوات، والناس لابسة حرير وبتتكلم شعر كأنهم بيتنفسوه. وفي وسط ده كله يظهر لنا راجل فقيه أصوله أموية، عاشق للمنطق وعنده كارير سياسي مش قليل، بس فجأة يكتب كتاب عن الحب. مش كتاب عادي يعني، ده كتاب من طراز أنا وقعت في الحب يا جماعة، وحبيت أكتب كل اللي عرفته قبل ما الحب يخليني أضرب فيوز. ده ابن حزم الأندلسي، وده كتابه اللي هز قلوب العشاق والعلماء مع بعض. طوق الحمامة في الألفة والألاف. مين ابن حزم ده؟ ابن حزم مش أي حد. اتولد سنة 384 أي 994 ميلادي، وتربى في بيت سياسة وفلوس وعلم. كان دارس فقه واشتغل بالمنطق والفلسفة، وتعرض للاضطهاد السياسي ولف بلاد الأندلس. بس اللي ما يعرفوش كتير إنه كان شخصية شديدة الحساسية، بيحب يتأمل في النفس البشرية، وده بان في كتابه طوق الحمامة اللي بيوصفه بعض النقاد بإنه من أصدق ما كتب عن الحب في تاريخ البشرية. وعشان كده الحلقة دي مش بس عن كتاب، دي عن راجل عاش واتكلم بكل صراحة عن كل وجوه الحب. طيب هو اسمه طوق الحمامة أصلاً ليه؟ اسم الكتاب رايق جدا صح؟ بس وراه رمز عميق. طوق الحمامة يعني الزينة اللي بتكون حوالين رقبة الحمامة، رمز للحب والإخلاص، لأن الحمامة كائن معروف بالوفاء لشريكه وبتفضل مرتبطة بيه طول العمر. ابن حزم اختار الاسم ده علشان يقولك الحب الحقيقي حاجة نادرة جميلة ومش بتتكرر، زي طوق الحمامة حوالين رقبتها. طيب البنية، الكتاب معمول ازاي؟ الكتاب مش رواية ولا ديوان شعر، هو عبارة عن رسالة فلسفية أدبية مقسمة ل30 باب، كل باب بيتكلم عن حالة من حالات الحب. يعني مثلا باب علامات الحب، باب من أحب من نظرة واحدة، باب من أحب صفة لم يرها، باب الوفاء، باب الوصل، وباب الموت. وكل باب فيه حكايات حقيقية، وكتير منها بيقولك إنها حصلت لي شخصياً أو شفتها بعيني، يعني الراجل كان عايش وبيكتب. طيب هو الحب عند ابن حزم يعني إيه؟ هنا نخش في العمق بقى. بالنسبة لابن حزم الحب مش رغبة ولا شهوة، الحب حاجة ربانية فطرية، زي ما قال كده: الحب اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع. يعني الحب يساوي الروح بتدور على اللي شبهها، وأول ما تلاقيه بتحس إنها رجعت بيتها. والحب كده عند ابن حزم مش اختيار، لأ، ده بيقع عليك زي السهم، وانت بقى يا إما تفرح بيه يا إما تبكي منه. علامات الحب، ابن حزم في باب علامات الحب كان دقيق جدا، وقالك علامات نفسية وجسدية، تحس إنك بتقرأ كتاب نفس. إدمان النظر، أول ما يدخل المكان عينيك بتزوغ تدور عليه. الاضطراب عند رؤيته، القلب يدق، النفس تتصارع، الكلام يتهته. تتبع أخباره، بتسأل عليه حتى لو مش ناوي تشوفه. الإحساس بالمكان اللي هو فيه، لو عدى من الشارع ينور. وفي جملة جامدة جدا قالها: وأما الحب فحده أنه الشغف وضرورته أنه العذاب. الحب من أول نظرة ولا لازم 10 سنين؟ ابن حزم عنده باب كامل اسمه من أحب من نظرة واحدة، وبيحكي فيه قصص عن ناس أول ما شافوا بعض اتحبوا من أول شوفة، حصل نوع من التوأمة الروحية زي ما بنقول دلوقتي. بس الغريب بقى إنه بيقولك إن ده مش وهم، لأ، ده دليل على صدق الحب، لأنه حصل قبل أي مصالح أو أحاديث أو حتى معرفة. وهل في حب من غير ما تشوف الشخص؟ استعد للباب اللي عنوانه من أحب صفة لم يرها. ابن حزم بيقولك في ناس بتحب ناس من غير ما تشوفهم،
بس من كتر ما سمعوا عنهم أو عن صفاتهم بقى في شغف داخلي، وقالك إن ده مش عيب بس خطره، إن الصورة اللي في بالك ممكن تكون مش حقيقية، ولما تشوف الشخص يحصل صدمة. روح بقى لباب الغيرة. يا لهوي يا لهوي، ابن حزم بيتكلم عن الغيرة وكأنه بيشرح فيزياء نووية. الغيرة بالنسبة له مش بس عاطفة، دي رد فعل طبيعي على حب حقيقي. بيقول لك: الغيرة دليل المحبة ومقدارها على قدرها، لو زادت عن حدها تتحول لعذاب للطرفين. وحكى قصة عن واحد كان بيحب واحدة جدا لدرجة انه بقى بيغير عليها من الهوى، فهربت منه واتجوزت غيره. الراجل اتجنن، لكن ابن حزم قالك: الحب محتاج توازن، لا تشدد ولا تفريط. باب الكتمان. اسكت تسلم. الكتمان في الحب عند ابن حزم يساوي بطولة، يعني لو قدرت تكتم حبك وتعيش بيه في قلبك من غير مدبوح فأنت فارس. وبيمدح الكتمان مش بس عشان الحياء، لكن كمان عشان بيحفظ كرامة المحب وبيحمي الطرف التاني. بيقولك: وأفضل الحب ما كتم، لأنه دليل على الوفاء والتعفف. بس برضه بيعترف إن الكتمان له تمن، وهو العذاب. باب الوفاء. لما تبقى رجولة مش بس حب. الوفاء مش بس إنك تفضل تحب نفس الشخص، لكن كمان إنك تحترم ذكراه لو غاب أو حتى مات. ابن حزم حكى عن ناس ما فضلتش في حبها طول عمرها، ورفضت ترتبط بحد تاني رغم إن الظروف كانت تقول عدي وانسي. بس لأ، الوفاء عنده قيمة عالية لدرجة إنه قال: الوفاء في الحب هو الحب نفسه، وما عداه لعب صبيان. باب الخيانة. يا وجع القلب. في الباب ده ابن حزم بيكون صارم جدا. الخيانة عنده مش لازم تكون فعل، ممكن تكون كلمة أو حتى نظرة. وبيقولك إن أصعب حاجة على العاشق إنه يكتشف إن حبيبه ما كانش بيبادله نفس المشاعر بصدق. وفي قصة موجعة جدا عن شاب كان بيحب، ولما واجهته ببرود مات من الحزن. ابن حزم بيكتب الجملة دي: أشد ما في الخيانة أن تأتي من حيث كان الأمان. بجد يا ابن حزم، كنت افتكرت دي جملة أغنية دراما. باب من مات من الحب. هنا الدموع بتغلب. ده الباب الأشهر في الكتاب واللي ناس كتير استشهدت بيه. ابن حزم بيقولك إن في ناس ماتت فعلا من الحب، مش مجازا، لأ حقيقي، إما من القهر أو من فقد الحبيب أو حتى من فرط المشاعر اللي الجسم ما قدرش يتحملها. منهم واحد بيحكيه ابن حزم حب بنت جارهم، وكان بيبصلها من ورا الستاير ويكتب لها شعر. لما ماتت فجأة مات بعدها بيومين. مات الحب بموت المحبوب. جملة بتخبط في القلب. باب الوصل. نهاية سعيدة؟ مش دايما عند ابن حزم. ليه؟ لأنه شايف إن بعض الوصل ممكن يقلل من حرارة الحب. بيقولك: كثير من الحب يموت عند الوصل، لأنه يعيش على الشوق ويشتعل بالبعد. يعني لما الحبيبين يقعدوا مع بعض 24 ساعة ممكن الحب يتحول لعادة. فالوصل رغم إنه لذة لكنه كمان سلاح ذو حدين. عظمة ابن حزم. حب وعقل ومنطق. الراجل مش كان مجرد حكواتي بيجمع قصص، الراجل كان بيشرح الحب بأسلوب فلسفي منطقي، بيستخدم أدوات العقل والشرع والعاطفة مع بعض. وده اللي بيخلي طوق الحمامة مش بس كتاب ممتع، لكن وثيقة إنسانية عظيمة بتتكلم عن اللي بيحصل في كل زمان ومكان، من الأندلس لحد تيك توك. الحب والروح مش بس مشاعر، دي كيمياء الأرواح. ابن حزم عنده نظرية عجيبة عن الحب، يمكن تسبق علماء النفس المعاصرين بقرون. بيقول إن الحب مش وليد اللحظة ولا نتيجة شكل أو صوت أو ظرف، لأ، ده بيحصل لما روح تلاقي روحها التوأم. أصل الحب هو إن الأرواح كانت شيئا واحدا قبل الخلق، فلما تفرقت
سعت كل واحدة إلى نصيبها. يعني لو قابلت حد وخدك من أول نظرة وفضل في بالك رغم إنك مش عارف ليه، ممكن يكون ده نص روحك اللي كانت تايهة. الكلام ده لو طلع مسلسل على نتفليكس هيبقى اسمه الأرواح الضائعة، إنتاج الأندلس. ليه العلماء استغربوا من ابن حزم؟ اللي بيقرأ طوق الحمامة غالباً بيكون عارف إن ابن حزم فقيه حنبلي شديد وعنده كتب في العقيدة والفقه، وكان بيجاهد ضد البدع والضلالات. فتيجي تقول له الراجل ده كتب كتاب كله حب وشوق وغرام وحكايات عشق، الناس كانت بتضحك في الأول، بس بعدين اكتشفوا إن ابن حزم عمل معجزة، جمع بين الإيمان والعقل والعاطفة في كتاب واحد. هو مش بيتكلم عن الحب كنوع من الفسق ولا كطرف ولا كموضة، ده بيشرحه كجزء من خلقة الإنسان، كنعمة وربنا بيحاسبنا على إدارتها. طوق الحمامة مش بس كتاب حب، لأ، ده كتاب في علم النفس العاطفي والاجتماعي من قبل ما يتولد علم النفس. ابن حزم بيحلل ليه بنحب، إمتى الحب يبقى حقيقي، إزاي تعرف إن الشخص بيحبك بجد، إزاي الغيرة ممكن تدمر العلاقة، إزاي الكتمان بيخلي الحب أنقى، وإزاي الوفاء بعد الفراق بيكشف أصل المشاعر. هو كأنه بيقول لنا يا جماعة، الحب فن مش لعبة عيال. وهل الحب حلال؟ ابن حزم بيجاوبك. ناس كتير كانت بتسأل هل الحب حلال؟ يعني ينفع أحب من غير ما أكون اتجوزت ولا ده حرام؟ ابن حزم عنده إجابة قاطعة: الحب لا يذم لذاته ولا يلام عليه أحد. الذم يجي من السلوك اللي بعد الحب لو خرج عن الضوابط، لكن الحب نفسه ده نعمة وربنا خلقه في القلوب علشان نكمل بعض. يعني ابن حزم سابق وقته في التفريق بين المشاعر والأفعال، وده اللي بيخلي كلامه مقنع حتى في زماننا. ليه طوق الحمامة لسه بيعيش لحد النهاردة؟ لأنه كتاب صادق، مفهوش تنظير فارغ ولا خيال أوفر ولا محاولة لتلميع النفس. ابن حزم بيحكي عن نفسه، عن اللي شافه، عن أصحابه، عن حبه اللي ما تكملش، وعن آلامه اللي عايش بيها وبيديها للناس كأنها هدية. هو مش بيدعي إنه حب عظيم ولا إنه اتجوزها ولا إنهم عاشوا في تبات ونبات، لأ، بيقولك أنا حبيت واتوجعت واتعلمت وكتبت. وده السبب إن الناس في فرنسا وألمانيا وأمريكا بيدرسوا الكتاب ده النهاردة كأنه دراسة حالة في علم النفس العاطفي. لو ابن حزم كان عايش دلوقتي كان زمانه بيكتب في تويتر: الوفاء مش كلمة، الوفاء دمعة بتفضل في العين وما بتنزلش، ولا سأكتفي بك رغم أني لست لك. الأكيد إن الناس كانت هتحبه أكتر من كل بتوع التنمية البشرية، لأن اللي بيكتب من القلب يوصل للقلب. ابن حزم علمنا إن الحب مش ضعف، الحب وعي، مش لعبة مراهقين. الحب علم كبير ومش دايما بينتهي نهاية سعيدة، بس دايما بيخلي فينا أثر. وده كان طوق الحمامة، كتاب مش بس بيشرح الحب، ده بيخليك تعيشه وتتوجع وتضحك وتفتكر وتندم ويمكن تتجرأ وتحب من تاني. لو عجبتك الحلقة شاركها مع حد لسه ما قالش بحبك، أو مع حد كان بيحب ومش قادر ينسى، يمكن يلاقي في كلام ابن حزم الجواب.